السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة محبين الدجاج الهندي والحجازي مع النيتي. معاكم اخوكم احمد ياسر. يا رب الفيديو ينال عجبكم. قبل اي شيء ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا بالبركة يا رب، اللهم امين. دلوقتي معايا اخوي الصغير عمال يصورنا اهو، وعلشان هنصور لكم كل السطح باذن الله. وجايبين تير جديد يا جماعة، بقاله عندنا كام يوم. تمام، يعني هو جايبينه من يوم الجمعة، فما كناش حابين نزوده دلوقتي، فحبينا ايه نصوره لكم باذن الله. وزي ما وعدناكم بننزل فيديوهات السبت والتلات وممكن الجمعة. ويا جماعة لو انتوا عايزين بإذن الله أصور لكم، هنتكلم في ديت في نص الفيديو عشان ايه الناس ايه تتفرج وتكون شافت تصور بقى. تمام، تعرف تصور. تعالوا بقى كده يا جماعة هنجيب لهم الأكل. حطوا لهم. ارجع ورا شوية عشان ما تقربش الكاميرا أوي، عشان ايه الناس تعرف تشوف. قول له يا جماعة يدوس لايك لعمر علشان هو اللي بيصور عمر. قول له يا جماعة يدوس لايك لعمر علشان هو اللي بيصور. معلش هو لسه بيتعلم ولسه صغير. خليك صور لهم التيم يا جماعة. البضاعة اللي ديت مش أنثى، ديت ديت معاك انت. صور التيم كده عندهم على ما أقطع لهم ايه شوية عيش. هو البط خلاص بدأ يكبر. اللهم صل على النبي. بس شوفوا ده والبركة يا جماعة. شوفوا اللي كفر ولا يتصعب. الله ينور عليك يا معلم عمر. سامعينه يا جماعة؟ هو بيتكلم. هنوريكم بقى بإذن الله المفاجأة الجديدة اللي احنا جبناها. ويا رب الفيديو ينالكم. وقبل الشيء ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا وتصلوا على النبي. هو كده كفاية النقاش. هو كده يعني كويس. وانا ايه نقلت اللمبة يا جماعة. السلك اهو، السلك اهو نقلت اللمبة فوق عشان بطلع اقعد معاهم بالليل. تمام، تعالوا بقى نشوفهم. تعالى بقى كده معايا يا عمر نقولهم الخلصات. مش هقول حاجة. يعني بصوا يا جماعة، خلوا الأوضة عاملة ازاي بعد ما اتنضفت وكده. هديلوها تاني. تعالى نشرب المية. يعني الضغط دوت بيبهدل الدنيا، فاحنا ماحناش هننضف حاجة تاني. صورنا كده، صورنا ماحناش هننضف حاجة تاني يا جماعة إلا لما اللهم صل على النبي الضغط دوت يتذبح بقى كله. تمام، تعالوا بقى كده هنفطر طيورنا كلها الأول، بعد كده هنوريكم المفاجأة اللي احنا ايه جايبينها. تعالوا برضه نوريكم ايه. شوفوا تعالوا دمت الفرختين. انتوا تسألوا في فرخة واحدة فاضلة الحمد لله. الفرختين هم لسه بيعطسوا، بس الحمد لله اديت لهم حقنة من كام يوم، بس ما كنتش كنت موقف تصوير بقالي كام يوم كده، ما كنتش فاضي والله يا جماعة. الفرخة اهي لا حقنة كمان الحمد لله بقت حلوة. وديت كانت انحرفت، كانت خست خالص وانحرفت وتعبت جامد، فالحمد لله ما عادتش بتعطس وبدأت تتعالج. والمية وحطيت لهم العلاج في المية اهو. وطالما خست وانحرفت كده يبقى هي عندها ديدان. صور يبقى هي عندها ديدان يا جماعة، فهننزل معاها بإذن الله
بكره باذن الله كده يا جماعه. العلاج اهو. دوت الكيس على 2 لتر ميه يا جماعه. والمشروب دوت يا جماعه دوت امونيات اهو. صور لهم كده الفراخ على ما اجيب لهم علاج دوت كمان. ايوه العلاج دوت امونيات بيتحط يا جماعه. تمام. لما تشوف دوت رافع مناعه كويس اوي. دوت بشري اهو. اللي عايز يجيبه يا جماعه هو سعره 30 جنيه لسه جايبه بقاله من ساعه لما الديك جه. دوت يا جماعه رافع مناعه كويس جدا. بتدوه للفراخ، بتستقبلوه عليهم مع لمده 3 ايام، و3 ايام معاهم او يومين بس حبيتين مضاد حيوي. هتدوله مثلا الصبح 2 سم منه او سنتي ونص فوقه بعد ما ياكل كده، وعلشان تستقبله عشان لو في مواد، عشان لو في اي حاجه، ولازم تعزل الديك لوحده خالص لمده كام فتره كده على ما يظبط. هما بيقلشوا اهو، بيشوا على الارض خالص اهو. صورهم يمشي. تمام. ويا جماعه باذن الله هنزل لهم في فيتامينات اهي، وفي مضاد اسمه. استقبلت برضه الديك بتاعي اللي انا لسه جايبه، انتوا خلاص عرفتوا اللي هو ديك على مضاد اسمه. تمام اهو. برضه انا واخد فكره مضاد اسمه، يعني انا مكنتش احط لهم، او كنت ممكن احط له رافع مناعه حاجه من دي. خدتها من قناه المربي الصغير عمرو، اخويا وحبيبي. قناته حلوه جدا يا جماعه، اسمها المربي الصغير عمرو. فكل يخش يشترك فيها يعني. دوت برضه ايه دوت اللهم صل على النبي. دوت بتاع الفيتامينات دوت املاح. ايوه املاح معدنيه. دوت بقى هنسيبهم يا جماعه للخصوبه، مزود خصوبه. تحطوا للديك بسم الله ما شاء الله البيت كله يعني عن تجربه والله. تمام. هحط لهم الاكل اهي، الميه اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي كله كويس اهو. صلوا على النبي يا جماعه وتطوعوا بالبعض. تعالى كده نحط الاكل والحمام. التك اقفل الكاميرا لما نطلع فوق. يا جماعه تعالوا صوروا اهو. دلوقتي احنا حطينا الاكل للحمام. دلوقتي لقيت عندهم بواقي البيت والاكل، فنزود لهم بقى الميه. بسم الله. متنسوش يا جماعه قبل اي شيء تضربوا البركه وتصلوا على النبي. الفكره بقى اللي انا يا جماعه كنت عايز اعملها لكم، كنت عايز انزل السوق الجمعه. تمام. هصور لكم في سوق الجمعه بتاع الحمام، بس انا اكتريتها هصور في الفراخ. كنت اخش سوق الجمعه بتاع الفراخ الهندي، واللي بينزل فيه حجازي وهندي وعظم ونصاص. فانتوا لو كنتوا عايزين كنت ممكن انزل اصور لكم فيديوهات فيه، واعمل لكم الاسعار والارقام عشان لو حد حابب يشتري ويتواصل مع الناس. فانتوا لو حابين كده اكتبوا في الكومنتات، وانا باذن الله هنزل اصور لكم. بس يا جماعه بس الاقي دعم كويس وتفاعلات على الفيديو، والناس كتير بتشوف الفيديوهات وتخش لايك. تمام. فاللايك دوت بيساعد على انتشار الفيديو. فيا جماعه حطوا لايك، متنسوش تدعوا بالبركه يا رب، اللهم امين. صلوا على النبي. تمام. ويا جماعه الحقنه اللي انا بديها للفراخ ديت، الفراختين دول كويسه جدا، حقنه سريعه المفعول كويسه بتجيب معايا نتيجه، والعلاج اللي انا بحط لهم برضه بيجيب نتيجه. تمام اهو. هننزل بقى عشان نخش لكم على المفاجأة ونأكل الطيور فوق ونرجع لكم تاني. يا جماعة دقايق وهنطلع بقى التونة. احنا حاسين الحاجة اهي. نحط لهم بقى العيش. يا جماعة الفرخة اللي هناك ديت مش فيومي، الفرخة اللي ديت بلدي بس الباقي فيومي. بصوا بيحاولوا يطلعوا منين. الفرخة ديت يا جماعة أنا نقلتها هنا عشان بس برضه لسه صغيرة.
تعالى كده يا عمر. دلوقتي يا جماعه اهو صور كده اهو. دلوقتي يا جماعه ودوت المكان اللي انا حاطط فيه الديك والعلافه بتاعتي، بس هو موقع، بس انا دلوقتي يتشمس بعيد عن الطيور. البتاع ديت يا جماعه اللي انا سديتها بيه، وبصوا انا نقلت الفرخه النص فين علشان هي مش عيانه فحرام عليا لما انا اسيبها مع عينين عشان ما تتعداش، وحطيت لها العلاج بتاعها. والفرخه الله اكبر اهي على وش بيت بس تخلص عيش. تعالى اصور لهم البطيخ، نقطع لهم العيش دوت يا جماعه، وهنطلع برضه نصور لكم التريك الجديد. يا جماعه احنا بنلتزم بالفيديوهات اهو، كنا عاملين فتره بس انا ما كنتش قادر والله، ما كنتش فاضي ان انا اصور النهارده، بس حبيت ان انا اصور لكم، فما تنسوش اللايك وتشجيع منكم. تعالوا بقى دوت يا جماعه غله جبتها لان كنت رايح اجيب شعير فما لقيتش شعير، فجبت غله، قلت على ما اجيب شعير واحد حبيبي يجيب لي شعير برضه. فجبت ربع كيلو كده اللي انا اجربه مع الفرخه المنيسه، الفرخه البيضاء. هو المفروض الشعير هو اللي هيفركها، بس قلت اما اجربه، هي جوه اهي طلع ميتها، احط لها نسبة بسيطة يعني مش نسبة كتير، هي تبدأ تخس بإذن الله عشان أنا شغالة ايه عالديك. فيا جماعة اللهم صل على النبي، الطيور كلها تبدأ تطلع تاكل، صور لهم كده الطيور وهي بتشرب، أنا مقطع لهم الكفاش كمان. متقلقوش يا جماعة، نطلع دلوقتي بإذن الله، هنصور لكم حطني كده اهو، هنصور لكم المفاجأة اللي احنا جايبينها، وهنقول لكم المستوى اللي احنا جايبينه، حاجة كده الله أكبر. أنا منتف له ريش برضه جديده، ويا جماعة يعني بإذن الله هنزل فيديو لفرختين سود وفرخة بيضة دوت بتاعت أحد من المتابعين بتوعي، فعرضتهم لي بإذن الله على اليوتيوب، وفي جروب يا جماعة على الفيس اللي عايز يخش اسمه جروب الدجاج الهندي والحجازي مع الميدي، ابحثوا على الفيسبوك كده، وجروب حلو هننزل باذن الله، اي حد عايز يعرض حاجه ينزلها يعرضها يبيعها، واللي عايز يخش في الجروب ويعمل فيه تمام. فباذن الله هعرضها له، واي حد عايز يعرض حاجه يكلمني وانا اعرضها له على اليوتيوب، او ادخله في الجروب يعرضها على الجروب برضه، وادخله في جروبات يعرض عليه تمام. احنا لسه عاملين الجروب برضه دوت يا جماعه. ركبنا اللمبه اهي ماشي، وقولوا لكم برضه رايكم اللي احنا هننزل سوق الدجاج الهندي بتاع المحله، وبينزل فيه حجازيات وعظم وانصاص، ننزل نصور لكم فيه ونقول لكم الاسعار ونصور لكم، هو السوق حلو جدا يعني اللي منزلش المحلات. تعالى بقى نطلع لايه الحاجه بتاعتنا التكستو، جاهزين للمفاجأة. المفاجأة يا جماعة اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. خلي بالكم يا جماعة ريلو دوت طويل قوي، بس هو ايه اتخلع الديك دوت اللهم صل على النبي، بيفر في المكان، بعمل له كده يفر، هو من 10 شهور او 11 شهر بيفر ويلعب بيدن خشيم جدا، بيكسر يدوي، بس لغاية دلوقتي انا ما خليتوش يكسر فراخ. امسك كده تصور له، امسك كده على عكس الشمس، ابعد الكاميرا كده شوية، اللهم صل على البيضة يا جماعة، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، بصوا طلع له سنة صنوة كمان، وديك الله أكبر. بصوا على رجليه، بصوا دول يا جماعة في ريش طويل قوي، بس أنا خلعته عشان كان مقصف. الديك بيكسر يده والديك بيفر، اللهم صل على النبي بيلعب. ايه رأيكم بقى؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في البيضة دوت تمام. الوش اهو، اللوخ ده العين البيضة، اللوزة الفراولية، العتمة مسحوبة برضه، الديك لونه حلو جدا تمام. والله واحد شافني حتى وانا لما جبته عايز ياخده هيموت وياخده، فانا مش عارف يعني، ما بحبش انا حد يشوفها ويطلبها مني وانا ببخلها عليه فاهمني، وانا ما عنديش الا هو اصلا، فربنا يبارك. لو مش لو طلبوا مني يعني مش هقدر اكلمه يعني في حاجه.
تمام، بس احنا جايبينه لينا كده كده باذن الله يا رب، باذن الله يبقى لينا ومش هنفرط فيه. تمام، شايفين الليزر، شايفين عظمه الدب بيتمسك اهو يا جماعه. بس اللهم صل على النبي، مستوى واضح. بس هو بيفرق، هو واقف في المكان، باجي اعمل له هنا بحس ان هو ايه. اللهم صل على النبي. قولوا لنا ايه رايكم يا جماعه، ننزله دلوقتي في المكب ونحبسه تاني وانا اقولكم وهو بيفر في المكب يا جماعه. كمان انا مطلعه كده يتشمس، احنا منضفين الحاجه اهي خالص، هو كده منضفين الدقايق. هاتلي بقى الديك تاني، اللهم صل على النبي، الديك تاني يا جماعه. سبحان الله، اللوزه جايه تحس ان هي عامله 7 من ورا سبحان الخالق والله. اللفت بتاعه يا جماعه، العظمه القصيره برضو، الوش العين البيضه. تمام، صدر الديك اهو يا جماعه. الديك في الطبيعه جمال. الفيديو والله يا جماعه انا عارف ان الفيديو هيظلمه، يعني الفيديو هيظلمه خالص. تمام، تعال ننزله كده ستوب. نزلت يا جماعه وحبست اهو. كان بيتشمس، انا بجهز له الفرخه ديت عشان مش عيانه وبتقلش، هدخلها له باذن الله. والفرختين التانيين عيانين فما ينفعش ادخلهم عليه، وزي ما انا ما قلت لكم استقبلته على ايه. تمام، عشان تبقوا عارفين. بصوا شايفينه ولا بعض يعني. بيفر يا جماعه، بس ده الصبح فضل يفر اول لما طلعت له. متنسوش تدعوا بالبركه يا جماعه وتصلوا على النبي يا رب، اللهم امين. اديك عملاق، الله اكبر. هو اللي كان عمال يدن واحنا تحت. تمام، فكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا بالبركه. ويا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، عشان باذن الله الفتره الجايه والله يا جماعه فيديو كتيره جدا جايه. فيديو يعني كتيره. انا حطيت له خلطته اهو، ضوء اصفر على الشيش، بس هو بينقل عليه على علق. تمام، فالفتره الجايه باذن الله يا جماعه اللمبه اهي هيبقى في فيديوهات حلوه جدا، وهيبقى في طيور وفي فراخ حجازي بقى ندخل. يعني هنصفي باذن الله نصاص، بس شغالينه بس دلوقتي بسبب الفرخه الحجازي الجيوب بتاعتنا لما ماتت فزعلتني. صورني كده، امسك على ماما. فالفرخه الحجازي يا جماعه لما ماتت فزعلتني، فباذن الله راجعين تاني والقوه باذن الله. وانا مشيت يا جماعه الناس اللي ما تعرفش، فاكرين البدر الحجازي اللي كان بتاع اللي انا كنت مودعه عند صاحبي. فانا خدته منه فعرضته على النت عشان كان البدر دوت كان حلو جدا برضه، كان عاجبني. بس كان قدامه يا جماعه عيبه، كان قدامه مثلا شهرين كده على ما يبدا خلاص يكسر وتعتمد عليه. فاهمني، البدر دوت كان عايز يقف على الاقل واجب شهرين، فاني كان استنيت عليه كتير، وانا كنت محتاج ديك للبرابر. فالحمد لله بعته من هنا. وبعد ما بعته على طول، بعته الخميس تاني يوم لقيت واحد حبيبي جايبينه، قمت جايب ديك. تمام، وباذن الله هجيب فراخ كويسه جدا مع ناس حبايبي باذن الله. هجيب فراخ بيور فراخ مستوى عالي جدا، وهجيب البراهن السكوات وهجيب الحاجات ديت، بس واحده واحده باذن الله. وخلال باذن الله 3 سنين باذن الله هنفتح مزرعتنا اللي احنا نفسنا فيها، بس ربنا يدينا طول العمر يا جماعه. انا نفسي يا جماعه اللي احنا باذن الله ده دوت هنحوله مكبات، هنحوله عيون للفراخ يتحط فيها دجاج الزينه. بس غيتنا الاساسيه يا جماعه تبقى الفراخ الهندي والفراخ الحجازي برضه، هي الغيه الاساسيه. والحاجه انا ما اعرفش قوي عن مواصفات الفيتنامي ولا مواصفات الحجازي، بس انا اخويا الكبير يفهم قوي في الدجاج الحجازي، يفهم قوي في الدجاج الفيتنامي، ومعايا ناس حبايبي كتيره يفهموا قوي في الدجاج. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، ومتنسوش الاشتراك في القناه يا جماعه وتصلوا على النبي.